السلام عليكم لكل المهتمين بالاخبار الرياضيه، كل سنه وانتم كويسين. معايا لكم شويه اخبار رياضيه، يلا بينا نشوف. محمود متولي هيرحل عن النادي الاهلي في هذا الشهر اللي هو يناير 2024. الاهلي يحصل على $1,000,000 من الكاف مكافاه المشاركه في بطوله الدوري الافريقي. علي معلول في سنه 2023 لعب 53 مباراه، سجل 12 هدف وصنع 15 هدف، جملة اللسان فيه 27 هدف. رئيس الاتحاد الارجنتيني بيقول ان بعد ما ميسي يعتزل هيحجب رقم 10، ما عادش حد هيلبس رقم 10 بعد ميسي. طبعا هو قصده على المنتخب الارجنتيني. احمد زيزو لاعب الزمالك شكله كده خلاص راح الشباب السعودي، الموضوع تقريبا انتهى. الاهلي بيرفع سعر وسام ابو علي ل1,300,000 دولار. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر يوم الخميس القادم استعدادا افريقيا. عضو في مجلس اداره المصري البورسعيدي بيقول لن نمانع في بيع مروان حمدي للاهلي، يعني مروان حمدي في الاهلي. قناه انجليزيه اسمها TNT بتقول ان محمد صلاح قام بتغيير حذائه بين شوطي المباراه، غير الحذاء بتاعه بين الماتش اللي كان امبارح ده لما ضيع ضربه الجزاء. الكابتن تامر عبد الحميد اللي كان بيلعب في الزمالك قبل كده بيعلن رحيله عن منصبه. طب منصبه ايه؟ مدير قطاع الاستثمار والاكاديميات الخارجيه في النادي. ارقام محمد صلاح دايما خرافيه، هو السنه دي في الدوري الانجليزي اكتر واحد ساهم بالاهداف، سجل 14 هدف وصنع 8 اهداف، يبقى جمله اللي ساهم فيه 22 هدف. امام عاشور بيقول النادي الاهلي فيه نظام معين وانا ماشي عليه والكلمه بحساب. مراسل اون تايم بيقول ان الجمهور المصري هو اللي راح قطع لافتات النادي الاسماعيلي وهم سبب الازمه. منتخب مصر بيحتل المركز التاسع بين كل المنتخبات المشاركة في كأس الأمم كأعلى قيمة تسويقية، والمنتخب النيجيري هو الأول. في تصريح لعز الدين أناحي بيقول لا أقول بأن منتخب المغرب سيتوج أفريقيا، ولكنه يملك عناصر تجعله يتوج أفريقيا. طارق السعيد بيختار النادي الأهلي هو أفضل نادي، وإن زيزو هو أفضل لاعب، وإن محمد الشناوي هو أفضل حارس، وأفضل مدرب هو مجدي عبد العاطي، وأفضل محترف هو علي معلول، وأفضل هدف عمر كمال عبد الواحد، وافضل لاعب صاعد هو محمد حمدي. مدرب كوتيفوار السابق بيرشح كوتيفوار ان يكون رقم 1 في الحصول على بطولة افريقيا، وقال ان مصر مرشحة رقم 4. رمضان السيد نجم الاهلي السابق بيختار ان افضل فريق هو الاهلي، وافضل لاعب هو زيزو، وافضل حارس مرمى هو محمد الشناوي، وافضل محترف هو علي معلول، وافضل هدف هو ديانج في انبي، وافضل لاعب صاعد هو احمد نبيل كوكا. معتصم سالم نجم الاسماعيلي السابق بيختار الاهلي افضل فريق، وافضل لاعب هو محمد عبد المنعم، وافضل حارس محمد الشناوي، وافضل مدرب كولر، وافضل هدف عمر كمال في الداخليه، وافضل لاعب صاعد محمد حمدي. مفاجاه الاهلي ما وصلوش اي عرض رسمي لشراء ديانج. امام عاشور بيقول من اول يوم ليا داخل الاهلي وكهربا بيدعمني وبيعلمني الصح من الخطا. سبحان الله، كهربا بقى بيوجه وبيعلم الصح من الخطا بعد ما كان طبعا في حته ثانيه خالص. الاهلي هو الاهلي، اللي يجي الاهلي بيشتغل في السيستم، والا ياخد بعضه ويتكل على الله. والى هنا تنتهي اخبارنا اليوم، وان شاء الله نلتقي بكم في اخبار جديده. ما تنساش بقى دعمنا بلايك وشير وكومنت، اي حاجه حلوه كده مني. السلام عليكم.